اهلا وسهلا بكم جمهور ماستر بيس فيلم. لو اول مره بتشوفنا ما تنساش اللايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. ويلا بينا نبدا في فيلم النهارده. بيبدا الفيلم في حديقه سنترال بارك في نيويورك، وبيكون يوم طبيعي زيه زي اي يوم، وبنشوف بنتين قاعدين مع بعض وبيسمعوا صوت صراخ جاي من بعيد. وفجاه كل الناس بيثبتوا في مكانهم ومش بيتحركوا، فبتسال صاحبتها عن اللي بيحصل، ولكن بتلاقي صاحبتها بتتصرف بطريقه غريبه وبتخرج دبوس الشعر بتاعها وبتطعن بيه نفسها في رقبتها. في نفس الوقت وفي موقع بناء بنشوف عمال وهم بيتكلموا مع بعض، لكن فجأة واحد من العمال بيرمي نفسه من فوق، ولما بيروحوا علشان يطمنوا عليه بيلاقوا باقي العمال بيمشوا لآخر السور وبيرموا نفسهم هم كمان. وبيفضل رئيس العمال يعيط على موت زمايله لكنه مش بيقدر يعمل لهم حاجة، وبتحصل حالات انتحار جماعي بتسبب حالة ذعر في المكان. وبعدها بنروح لمدرسة في فيلادلفيا وبنشوف مدرس علوم واللي بيكون اسمه إليوت وهو بيشرح للطلبة. وفجأة بتيجي نائب المدير وبتستدعيه في اجتماع طارئ، فبيروح إليوت معاها، وهناك بيلاقي مدير المدرسة وكل المدرسين متجمعين. وبيبدأ المدير يكلمهم عن اللي حصل في حديقة سنترال بارك، وبيقول لهم ان ده هجوم ارهابي وبيكون عن طريق اطلاق غاز سام في الجو، ومن اعراضه الارتباك في الكلام وفي حركات الجسم. وبعدها الشخص بيتصرف تصرفات غريبة وبيقتل نفسه باي طريقة، وبيأمرهم المدير انهم يخلوا المدرسة ويروحوا الطلبة بسرعة. واثناء ما إليوت بيكون خارج من المدرسة بيقابل زميله جوليان واللي بيكون مدرس رياضة، وبيعرض عليه جوليان انه يسافر معاه في القطر خارج مدينة فيلادلفيا لان اثر الغاز السام موجود في المنطقة الشمالية اللي هم موجودين فيها. فبيوافق إليوت وبيروح على البيت علشان يجهز نفسه وياخد معاه ألما مراته. اما جوليان فبيروح علشان ياخد بنته جيس من المدرسه. واثناء ما جوليان وإلما بيجهزوا نفسهم للسفر بيظهر في التلفزيون اخبار عن حالات الانتحار الجماعي اللي حصلت، وانه بيتم اخلاء ولايه نيويورك لان الغاز ده بيوقف جهاز الحمايه اللي في دماغ الانسان وبيخلي المصاب يأذي نفسه، وبينتهي الامر بيه انه يقتل نفسه. وبيتقابلوا كلهم في القطر، واثناء ما هم منتظرين القطر بيشوفوا تقرير اخباري في التلفزيون بيتكلم عن الانتشار السريع للغاز واللي بيهاجم وظائف دماغ الانسان. وإليوت بيسأل جوليان عن مراته، فبيعرفوا جوليان انها ما عرفتش تيجي معاهم بسبب زحمه حركه المرور، وانها هتاخد القطر اللي بعدهم وتحصلهم. في نفس الوقت وفي مدينه فيلادلفيا بتكون حديقه ريتن هاوس مليانه بالناس، والشارع بيكون زحمه جدا. وفجاه بتهب رياح جامده والناس كلها بتقف في مكانها عن الحركه، وبنشوف شرطي مرور بيخرج مسدسه وبيقتل نفسه. وبعدها كل الناس اللي حواليه بيعملوا زيه وبيقتلوا نفسهم. واثناء ما إليوت وإلما وجوليان في القطر بتوصل لهم اخبار عن انتشار الغاز السام في مدينه فيلادلفيا وبوسطن، وبيكون جوليان قلقان جدا على مراته، فبيكلمها وبيطمن لما بيعرف انها توجهت لمدينه برينستون. وفجاه القطر بيقف في مدينه فيلبرت، وبيعرفهم سواق القطر انهم مش هيقدروا يكملوا رحلتهم، وده لانهم فقدوا الاتصال بالمحطه الرئيسيه. وبيروح الركاب لاقرب مطعم علشان ياكلوا. وقتها بتكون جيس بنت جوليان خايفه من كل اللي بيحصل وعايزه تشوف مامتها، فبيحاول إليوت يطمنها ويهديها. وبنشوف واحده ست من الركاب بتعرض مقطع فيديو، والمقطع ده بيكون لحارس حديقه حيوان وهو بيرمي نفسه للاسد علشان ياكله. وبيشوفوا تقرير اخباري بيتكلم عن الاحداث اللي بتحصل، وان الحكومه مش متاكدين اذا كان هجوم ارهابي ولا لا، وده بسبب ان الغاز بينتشر في نفس الوقت في كذا منطقه مختلفه في الشمال بس. وبيعرفوا ان مدينه فيلبرت اللي هم فيها دلوقتي في مركز المناطق اللي متاثره بالغاز، فبيحسوا بالخوف وبيجروا بسرعه علشان يهربوا. وبيعرض عليهم واحد اسمه فرانك انهم يركبوا معاه عربيته وياخدهم خارج المدينه. وقتها بيرفض جوليان انه يركب معاهم، وبيعرفوا ان مراته تليفونها اتقفل وهو قلقان عليها، وبيقرر انه يرجع علشان يشوفها فين وينقذها. وبيطلب منهم ياخدوا بنته جيس معاهم، وهو هيركب مع ناس تانية يكونوا رايحين لمدينة برينستون اللي بتكون فيها مراته علشان يدور عليها. وبيوصل جوليان مع الناس اللي ركب معاهم لمدينة برينستون، ولكن بيلاقوا الناس هناك شانقين نفسهم ومتعلقين في الشجر. وبيعرف كمان ان مدينة برينستون اصابها الغاز، وبيأمر جوليان كل اللي في العربية انهم يقفلوا الازاز كويس علشان الغاز ما يوصل لهمش. لكن بيشوف فتحة في سقف العربية، وبتكون بالفعل الفتحة دي دخلت الرياح المحملة بالغاز ليهم. وفجأة سواق العربية بيسوق بسرعة وبيخبط العربية في شجرة وبيموتوا، لكن جوليان مش بيموت، وبينزل من العربية وبيقعد على الأرض وبياخد قطعة إزاز وبيقطع إيده وبيقتل نفسه. وبنروح لإليوت وإلما وجيس، وقبل ما يتحركوا مع فرانك بيتكلم فرانك وإليوت عن سبب اللي بيحصل، وبيكون فرانك شاكك إن النباتات هي السبب، وإنها بتطلق غاز سام هو اللي بيدمر وظائف الحماية في عقل الإنسان. بعدها بيتحركوا وبيكونوا في طريقهم لبلد أمان، لكن على بعد أمتار بيشوفوا جثث على الطريق، وبيعرفوا إنهم في مكان انتشر فيه الغاز، فبيغيروا طريقهم بسرعة. وقتها بيقابلوا شرطي واللي بيكون اسمه أوستر، وبيعرفهم إن المكان متحوط بالجثث وما ينفعش يتحركوا لأنهم ممكن يتصابوا. وبتتجمع عربيات كتير في المكان ده، وبيفضلوا يحكوا عن حالات الانتحار اللي شافوها في طريقهم. في اللحظة دي واحدة من الموجودين بيجي لها اتصال من بنتها اللي بتكون عايشة في مدينة برينستون، وفجأة وهي بتتكلم بنتها بطريقة غريبة، وبيسمعوا صوت تكسير إزاز وبيعرفوا إنها انتحرت. وقتها بيعرف إليوت إن مدينة برينستون أصابها الغاز، وإنه بكده فقد صديقه جوليان ومراته. وبيقترح واحد من الموجودين إنهم يتجهوا لمدينة
قريبة أمان لغاية ما تنتهي الكارثة دي. وبيكون ده نفس رأي الشرطي أوستر، وبيقترح عليهم إنهم يمشوا في مجموعات، وبيكون إليوت وإلما وجيس في مجموعة صغيرة، وفرانك ومراته والشرطي أوستر في المجموعة الأكبر. وأثناء ما هم في طريقهم بتهب رياح قوية، وده اللي بيخلي النباتات تتحرك ناحية مجموعة أوستر. وقتها بيحس فرانك بحاجة غريبة وبيطلب من المجموعة إنهم يقفوا عن المشي، وبيبان إن أوستر اتصاب بالغاز وبيطلع مسدسه وبيقتل نفسه. وبيسمع إليوت ومجموعته صوت الرصاص، وبيعرفوا إن المجموعة التانية اتصابوا بالغاز. وبيعتقد إليوت إن النباتات هي السبب، وإن الغاز السام ده بتطلقه النباتات لما بيحسوا بالخطر والتهديد من البشر، وإن تواجد مجموعة كبيرة من الناس في مكان فيه نباتات بيشكل تهديد على حياة النباتات. فبتبدأ تطلق النباتات غاز سام يتفاعل مع الرياح، وده اللي بيأثر على جهاز الحماية عند البشر وبيخليهم يقتلوا نفسهم. بعدها بتهب رياح قوية ناحيتهم، فبيأمرهم إليوت إنهم يتفرقوا لمجموعات صغيرة وبأعداد قليلة، وفعلا بيعملوا كده. فبتعدي عليهم الرياح وبيكونوا فاكرين إنهم اتصابوا، لكن مش بيحصل لهم أي حاجة. وبتتأكد نظرية التجمعات اللي فيها عدد كبير واللي بتكون هي الأكثر عرضة للإصابة بالغاز، زي ما الظاهرة بدأت في سنترال بارك اللي كان زحمة جدا، وبعدها في حديقة ريتن هاوس اللي كانت برضه زحمة. بعدها بيجري إليوت وإلما وجيس، وبيكون معاهم 2 من تلاميذ المدرسة، وبيروحوا ناحية بيت مهجور. وقتها بيلاقوا خريطة وبيدوروا فيها على مكان يكون كثافة السكان فيه قليلة، ولأن البيت اللي هم فيه على الشارع الرئيسي بيكون إليوت متوقع إن ناس كتير هتيجي عندهم. فبيأمر مراته واللي معاه إنهم يتحركوا بسرعة من البيت، وفعلا بيتحركوا بسرعة بعيد عن البيت. وبيكون توقع إليوت في محله، وبيشوفوا من بعيد مجموعة أشخاص رايحين للبيت اللي كانوا فيه، وفجأة بيتصرفوا بطريقة غريبة. وواحد منهم بيشغل مكنة قص الزرع وبينام تحتها، وبيخليها تعدي عليه وبيقتل نفسه. وأثناء ما إليوت ومجموعته في طريقهم بيلاقوا بيت متأمن على الطريق، فبيطلبوا المساعدة لأنهم بيكونوا جعانين جدا، ولكن الناس اللي في البيت بيرفضوا يساعدوهم. وقتها التلاميذ اللي مع إليوت بيخبطوا جامد عليهم وبيكسروا الباب، فبيخافوا أصحاب البيت وبيضربوا عليهم نار وبيقتلوا التلاميذ الاتنين اللي مع إليوت. وبيهرب إليوت وإلما وجيس وبيفضلوا ماشيين لغاية ما بيلاقوا بيت عايشة فيه واحدة ست عجوزة، واللي بيكون اسمها جونز، ولكن بتكون تصرفاتها غريبة شوية، وبتسمح لهم يدخلوا البيت ويباتوا عندها وبتقدم لهم الأكل. وأثناء ما هما بياكلوا بيتكلم إليوت عن الأحداث اللي بتحصل، وبيتفاجئ إن جونز ما تعرفش أي حاجة عن اللي بيحصل بره، وإنها ما عندهاش أي وسيلة اتصال. وبعدها بتسمح لهم جونز يباتوا عندها ليلة واحدة بس، وبعدها يمشوا. وتاني يوم الصبح بيصحى إليوت مش بيلاقي إلما وجيس، ولما بينزل يدور عليهم بيلاقي جونز واقفة في الجنينة. وفجأة بتهب الرياح وبتتصرف جونز بطريقة غريبة، فبيفهم إليوت إنها اتصابت، وبيجري على البيت بسرعة وبيقفل الباب. وبعدها بنشوف جونز وهي بتخبط راسها في إزاز البيت لغاية ما بتأذي نفسها وبتموت. وقتها الرياح بتدخل للبيت، فبيهرب إليوت بسرعة علشان ينقذ نفسه من الرياح، وبيستخبى في أوضة وبيقفل على نفسه. في الوقت ده بيسمع صوت إلما وجيس، وبيكونوا في مكان قصاده بس بعيد شوية، ولكن بيقدر يكلمهم ويتواصل معاهم من خلال أنبوبة في الأرض. والأنبوبة دي بتكون متوصلة بالمكانين وبتنقل الصوت بينهم. وبيقول لهم يقفلوا كل الأبواب والشبابيك كويس لأن الرياح السامة منتشرة بره وخطيرة. وبيقول لهم إن السم بقى مفعوله قوي لدرجة إنه أصاب جونز حتى وهي واقفة لوحدها، وبيعرفهم إنهم مش هيقدروا يخرجوا دلوقتي لأن ده هيكون خطر على حياتهم. وبيبدأ إليوت يعيط وبيقول لإلما إنه لو هيموت فهو بيتمنى يموت وهو جنبها. وبيطلع بره البيت وسط الرياح وبيبدأ يمشي ناحية المكان اللي فيه إلما وجيس، وهم كمان بيبدأوا يتحركوا ناحيته وبيمسكوا إيدين بعض، ولكن مش بيحصل لهم أي حاجة. وبيدخلوا البيت مرة تانية ومش بيكونوا عارفين هم ليه ما ماتوش، وبيكتشفوا إن الخطر انتهى. وبعد 3 شهور بنشوف إليوت وإلما رجعوا لحياتهم الطبيعية، وبيتبنوا جيس وبتعيش معاهم وبيعتبروها بنتهم. وبيكون واحد من خبراء العلوم بيحلل الظاهرة اللي حصلت، وبيكون شاكك إن اللي حصل نتيجة إفراز النباتات مادة معينة، والمادة دي اتفاعلت مع الرياح الملوثة بفعل التفاعلات النووية بتاعة المصانع، وده اللي أدى لخلل في وظائف عقل الإنسان ونتج عنه حالات الانتحار الجماعية اللي شفناها. وكمان النباتات طورت الإفرازات دي وبقت قادرة تأثر على الإنسان حتى لو كان لوحده، وبيحذر من حدوث كارثة تانية أكبر خلال السنين اللي جاية. وبينتهي الفيلم في حديقة توبلري في باريس على مشهد لناس متجمعين وبيوقفوا فجأة وبيتكرر نفس اللي حصل تاني في أول الفيلم. وبكده بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ملخصاتنا. أشوفكم بخير.